ايه اللي يخلي سهم قوي ماليا زي سهم شركة نايكي بتاعت الجزم اللي اكيد انت عارفها يفقد 50% من قيمته واكتر كمان حسب المدة لو انت حسبت من فترة ايه لفترة ايه؟ سهم قوي ماليا، سهم بيعمل ارباح مرتفعة، سهم عنده هوامش ربحية، سهم عنده كل حاجة مظبوطة. الخطأ جاي منين؟ الخطأ جاي ان الموضوع مش مجرد ان شركة قوية ماليا يلا بينا هي، لان في اعتبارات اخرى كتيرة. رقم واحد، شركة نايكي او اي شركه في الدنيا ممكن تتعرض لمشكله مؤقته تخلي اسعار الاسهم تنزل، زي مثلا مشكله التعريفات الجمركيه اللي فرضها ترامب اللي نزلت اغلب الشركات في البورصه على فكره. لكن برضو في شركات بعد مشكله التعريفات بدات تتعافى والسهم بدا يطلع والدنيا بدات تتحسن. ليه سهم نايكي ما اتحسنش؟ لان في مشاكل مؤقته زي مشاكل التعريفات مثلا اللي دونالد ترامب عملها، ودي حاجه اكيد عمرها ما هتبقى موجوده دائمه، لكن في النهايه في مشاكل بتبقى اكبر بكتير ومشاكل مستمره في الزمن، زي مشكله الكومبيتيشن. ممكن سهم ينزل علشان في منافسه من شركات اخرى، ودي واحده من المشاكل اللي حصلت لسهم نايكي. بدا يظهر براندات جديده في السوق، بدا يحصل تغير في الذوق العام لشباب جديد او لجيل جديد او لناس كانت موجوده اوريدي، بدا يحصل تغير في الفاشن الى حد ما. وبدا، مش هقول لك نايكي ايه، ونايكي ما زالش سهم قوي وكل حاجه والبراند بتاع نايكي معروف، لكن بدات براندات تانية تبقى برضو براقه وتاخد حته، ودي ساعتها مشكله كبيره جدا. لان اي مشكله مؤقته بتواجه السهم المشكله بتتحل والسهم بيرد، لكن مشكله زي مشكله الكومبيتيشن جايز تكون مؤقته وجايز ما تكونش مؤقته، وده اللي خوف المستثمرين وبدا يضغط على ارباح نايكي. الارباح ما زالت قويه جدا، لكن اللي لازم تبقى فاهمه في البورصه ان لو الارباح كانت قويه جدا وبعدين بقت قويه بس مش قويه جدا، ده السهم هينزل مش هيطلع، لان السهم كان اوريدي سعره النهارده محسوب فيه انه ارباحه قويه جدا. ودي حاجات هتتعلمها بالخبره والتجربه واحيانا بالخساره الاول. علشان كده انا بقول لك انا بقالي 21 سنه في البورصه، شفت اهوال الاول عبال ما اتعلمت الحمد لله، وما زلت بتعلم لحد النهارده. ولو عايز تتعلم وتاخد مني خبره سنين اللي فاتوا، هتلاقي جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه، جواه معلومات تعليميه عن البورصه والذهب والفضه والاستثمار والبورصه المصريه والبورصه الامريكيه والبورصه الاماراتيه وحاجات كتيره جدا مش بحطها هنا، مش بحطها غير في الجروب. وده ينقلنا لنقطه ثالثه في منتهى الخطوره. المستثمر خواف، راس المال جبان، ودي فعلا معلومه صحيحه. اغلبيه المستثمرين واغلبيه المؤسسات بيخافوا جدا ان هم يدخلوا في علامه استفهام. يعني ايه علامه استفهام؟ يعني لو شركه وقعت نتيجه ظرف مؤقت، مثلا اسعار نفط ارتفعت جدا وشركه طيران ما بدون اي ذكر اسماء كانت اصلا ماشيه تمام، بس بدات الدنيا تبوظ بسبب اسعار النفط المرتفعه، مشكله كبيره وهتاثر على ارباحها وهتاثر على المارجنز. لكن اسعار النفط بتطلع وبتنزل ودي مشكله مؤقته، ومهما سعر النفط طلع بينزل، ولما بينزل بعد كده بيطلع، يعني بيبقى في سايكل، او مش لازم سايكل محسوبه بوقت، لكن قصدي طالما طلع في الغالب بينزل. اذا هذه مشكله هتتحل باذن الله في وقت معين او في وقت قريب. لكن المشاكل اللي هي الله اعلم، طب الكومبيتيشن، طب المنافسه اللي بتواجهها نايكي يمكن تتحل يمكن ما تتحلش، يمكن نايكي تتغلب يمكن ما تتغلبش، يمكن نايكي تضطر تصرف اكتر بكتير قوي عن الدعايه وتدفع اكتر بكتير فتقل هوامش الربحيه. وخلي بالك من اهم الحاجات اللي في البورصه الهوامش، لان في النهايه الهوامش بتحدد الشركه دي هتكسب كام من مبيعاتها. فلو شركه عملت نفس المبيعات كل سنه لكن الهوامش بتاعتها بتقل، ده خطر جدا، شركه كده ارباحها فعليا بتنزل. وفي النهايه المستثمر بيشوف هو جاي له ايه، سواء انت جاي لك الفلوس كانها ديفيدنس او جاي لك كانها يعني فلوس انت بتاخدها في ايدك، او جاي لك في النهايه على هيئه ان الشركه دي هتكبر وتعمل نمو وتعيد استثمار الفلوس. طالما الفلوس اللي بتطلعها الشركه بدات تقل السهم بينزل. خلاصه، المستثمر يتخوف من شراء علامات الاستفهام، ودي واحده من الدروس المهمه جدا اللي لازم تبقى عارفها في البورصه. عايز تتعلم بورصه صح من واحد محترف، هتلاقي جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في